السلام عليكم. هو حد زي ايلون ماسك ليه لسه بيروح الشغل لحد دلوقتي؟ فلوس وعنده تاريخ ودخله قوة او سلطة، وعنده برضو الراجل بيدور على حياة في كواكب تانية. ممكن بكرة يقفل تويتر ما نلاقيش حتة نصيح فيه. الناس اللي زي ايلون ماسك بتكمل شغل ليه؟ طمع ولا طموح؟ انا جنة عادل ودي سحلة نص الليل. بتبدأ شهرزاد تحكي لشهريار ان الشيخ المغربي ابتدى يحكي لجودر حكايته مع الشيوخ المغاربه اللي ماتوا. بقى احنا يا جودر يا ابني كنا 4 اخوات، ايه ده مش 3 زي بقيه القصص؟ لا وما تستظرفش، عمك عبد الصمد وعمك عبد الاحد دول اللي غيروا قدامك في البحيره، وانا عمك الشيخ عبد السلام، والتاجر اليهودي اللي اسمه شميعه ده مش يهودي ولا اسمه شميعه، ده اخونا عمك الحاج عبد الرحيم. احنا يا جودر ابونا كان ساحر ومنجم وحكيم مداوي، يقرا البخت والطالع ويسخر الجن والعفاريت ويحل الرموز ويفتح الكنوز ويفك الطلاسم ويجلب الحبيب ويأكل الزبيب. من قدرته وعلمه ملوك الجن نفسهم كانوا بيجوا يتعالجوا عنده ويطلبوا مشورة. ولما توفاه الله ساب لنا أموال وكنوز لا تعد ولا تحصى، وزعناها بينا احنا الأربعة بما يرضي الله وما اختلفناش عليها، مش زيك انت والجرابيع اخواتك. تسلم ايدك يا سيد المعلمين. بس اللي اختلفنا عليه حاجه ما ينفعش تتقسم على 4. كتاب ابونا سابهولنا لا يقدر بمال ولا بسلطان، اسمه اساطير الاولين. الكتاب ده يا جودر فيه ذكر كل الرموز والطلاسم والكنوز اللي موجوده في الدنيا، وابونا كان بيشتغل منه وكان معلمنا منه كام تعويذه كده نمشي بيها حالنا، لكن ما خفي كان اعظم. لما اختلفنا على الكتاب رحنا للشيخ اللي علم ابونا السحر، راجل ساحر عجوز اسمه الكهين الابطل. قلنا له يا سيدنا وسيد والدنا نعمل ايه؟ مين فينا احق بالكتاب؟ قال لنا بصوا حبايبي، ابوكوا كان زي ابني وانتوا زي ولادي، وانا مش هظلم حد فيكم. اللي عايز ياخد الكتاب ده يجيب لي كنز الملك الشمردل، ده ملك من ملوك الجان، وكنزه مكون من 4 ذخائر او 4 ايتمز، يعني سيف الملك الشمردل، وده سيف مرصود لا ترتفع امامه سيوف ولا تثبت امامه صفوف، ولو واحد رفعه على جيش اوله هنا واخره في اخر الارض وامره يقتلهم يطلع منه برق ويقتلهم في الحال. وتاني حاجه خاتم الملك الشمردل، وده خاتم مرصود، اكيد مش كارتيه يعني لازم عفريت عشان يليق على اللي بيحصل ده، ليه خادم من الجان لو طلبت منه ملك الارض ملكها لك. وتالت حاجه دايره الفلك، ودي حاجه زي جوجل ايرث كده بس على قديم، اللي يبص في الدايره دي يا جودر يقدر يشوف اي مكان في الدنيا ويقعد بقى يعمل زوم لحد ما يبقى كانه قاعد في وسط الناس. واخيرا مكحله الملك الشمردل، والمكحله دي اللي يتكحل بيها يترفع عن عينه الحجاب ويشوف العجب العجاب ويعرف اماكن كل كنوز الارض. اللي يجيب لي كنز الملك الشمردل اديله الكتاب. وواضح فعلا ان الكتاب لا يقدر بثمن لدرجه ان حد يبقى في ايده كنز زي كنز الملك الشمردل ده ويبقى مهتم برضه ياخد الكتاب، اللي هو في ايه تاني ممكن الكتاب يقدمه؟ ودي لقطه هنرجع لها في الاخر. المهم سالناه نوصل للكنز ده ازاي، قال لنا الكنز ده ما يعرفش اسراره وفك رموزه غير 2 من امراء الجان اولاد الملك الاحمر، علما بان الاميرين دول مستخبيين في صوره سمكتين مرجان وعايشين في بحيره قارون في مصر، ودول تقريبا اول شخصيات تستخبى بمزاجها في صوره حيوان، واختاروا لوكيشن ظريف كده لو بحيره قارون في الفيوم وبتاع، سو تشيل. وباي ذا واي كنز الملك الشمردل نفسه عليه فيس اي دي ما يتفتحش الا على وش واحد بس من عباد الله، اسمه جودر بن عمر المصري وصنعته صياد، وهتقابلوه في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه في الشهر الفلاني على بحيره قارون في مصر. وعلشان اخلص ذمتي من ربنا الطريق ده اخرته لحن حزين، وهتروحوا 4 ما يرجعش منكم الا 2، وده حكمي لو تقبلوه، والا فاللي تشوفوه اعملوه. وافقت يا جودر يا ابني انا وعمك عبد الاحد وعمك عبد الصمد على حكم الكهين الابطل. اما عمك عبد الرحيم فقال فاكس بصراحه، مش ممكن ايه الفرهده دي كلها عشان كتاب يعني مش لاعب، ودي برضو لقطه هنرجع لها في اخر السحله. ومع ذلك كتر خيره وافق يجي معانا مصر ويغير اسمه وينتحل شخصيه تاجر يهودي اسمه شميعه، بحيث لو حد فينا خايش في حاجه عمك عبد الرحيم يلحقه. وجينا يا جودر يا ابني وحصل اللي حصل مع عمك عبد الصمد وعبد الاحد، وطلع الاميرين من نصيب، وما فاضلش غير ان احنا نقررهم ونروح مع بعض علشان نفتح الكنز. تديهوني وبالمقابل اللي تطلبه مني هديهولك، ايه رايك؟ واللي هو برضو مش عارفه ليه حد ممكن يكون في ايده كنز الملك الشمردل ويبدله باي حاجه، هيطلب ايه في المقابل يعني؟ دي طبعا حاجه هنعرفها في السحلات الجايه، ولكن خلينا نرجع دلوقتي للكلام اللي ابتدينا بيه السحله. في الحكايه الشيوخ المغاربه كان عندهم تقريبا كل حاجه، الفلوس نفسها لا تعني لهم اي شيء، وعلم وسحر وبيسخروا جن وعفاريت، مولعين الدنيا. ايه اللي ممكن يكون في الكتاب ده يخليهم مصرين ياخدوه ويخاطروا بنفسهم علشان؟ وايه اللي بيخلي ناس عندها امبراطوريات عملاقه في البيزنس ومحققه نجاح تاريخي تكمل شغل عادي؟ هل ده طموح ولا طمع ولا ادمان شغل ونجاح، ولا ببساطه هم مستمتعين باللي بيعملوه؟ وهل قرار عبد الرحيم انه ما يشاركش في هذه المغامره ويكتفي باللي خده من ورث ابوه، القرار ده يخليه شخص حكيم وقنوع ولا لوزر عادي محدود الطموح؟ قولوا لي في الكومنتس انتوا شايفين ايه، ولو عجبتكم السحله دي لايك شير واسحلوا اصحابكم. وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.